فصل تفكير. خليك صريح مع نفسك. كم مرة قلت من بكرة هبدأ ومن بكرة ما بدأتش؟ مش لأنك ضعيف ولا لأنك فاشل، لكن لأنك بتبدأ غلط. النهاردة هقولك 3 نصايح لو طبقتهم هتبدأ عادة جديدة من النهاردة وتكمل عليها. النصيحة الأولى يا صديقي: ابدأ صغير، أصغر مما تتخيل. أغلب الناس بتفشل مش لأنها ما بدأتش، لكن لأنها بدأت كبيرة قوي. واحد يقول هتمرن ساعة كل يوم، تاني يقول هقرا كتاب كل أسبوع. بعد كام يوم إجهاد، ملل، توقف. خليني أقول لك الحقيقة: العقل يا صديقي بيكره الحاجات التقيلة وبيحب الحاجات السهلة. عايز تقرا؟ اقرا صفحة واحدة. عايز تتمرن؟ 5 ضغط. عايز تحفظ قرآن؟ آية واحدة. انت مش بتبني إنجاز، انت بتبني عادة، والعادة بتتبني بالاستمرارية مش بالحماس. ابدأ بحاجة تافهة لدرجة انك تستغرب، بس تعملها كل يوم. بعد اسبوعين هتلاقي نفسك بتكبرها تلقائي. النصيحة التانية: اربط العادة بعادة موجودة. اكبر سبب يخليك تنسى العادة الجديدة انك تحطها في وقت ملوش ملامح. ما تقولش هقرا لما افضى، لانك مش هتفضى. اربطها بحاجة بتعملها غصب عنك كل يوم. مثلا بعد ما تصحى تشرب مية، بعد الصلاة صفحة قراية، بعد ما ترجع من الشغل ماشي 10 دقايق. كده انت ما بدأتش عادة جديدة، انت زودت خطوة بسيطة على حاجة موجودة. العقل يحب النظام، ولما العادة تبقى مربوطة مش هتحتاج مجهود عشان تفتكرها. النصيحة التالتة يا صديقي: غير هويتك قبل ما تغير سلوكك. دي أقوى نصيحة وأغلب الناس ما تعرفهاش. ما تقولش أنا بعمل العادة عشان النتيجة، قول أنا الشخص اللي بيعمل العادة دي. مش بتمرن عشان أخس، لكن أنا شخص بيهتم بصحته. مش بقرا عشان أنجح، لكن أنا شخص بيحب يتعلم. لما تشوف نفسك بالشكل ده العادة ما تبقاش مجهود، تبقى تصرف طبيعي. انت مش بتجبر نفسك، انت بتتصرف على حسب شخصيتك الجديدة. في الآخر لو عايز تبدأ عادة جديدة من النهاردة، ابدأ صغير، اربطها بحاجة موجودة، وغير كلامك عن نفسك. عادة واحدة ممكن تغير يومك، ويومك ممكن يغير حياتك. قولي في الكومنت ايه العادة اللي هتبدأ بيها من النهاردة.